السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايب أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير. طبعا يعني معذرة عن حصة يوم الثلاثاء نظرا لظروف تعبي الفترة ديت. إن شاء الله هنكمل في الوقت ده على الأونلاين. الحصة بتاعت حضرتك هتكون متاحة على المنصة. هتحضر معايا الواجب عشان ان شاء الله لما نرجع السنتر تكون خلاص الجزء اللي احنا خدناه في الاونلاين مش هنكرره تاني في السنتر. يعني هي حصة بديلة ليوم التلات، فحضرتك لازم تشوفها كويس وتلتزم بيها كأنها بالظبط الحصة بتاعت السنتر. وفي نهاية الفيديو ان شاء الله هقولك على الكلمات اللي هنسمعها الحصة الجاية في السنتر. فأتمنى حضرتك تفتح الكتاب معايا وتسمع الشرح وتحل معايا عشان دي حصة تعويضية ليوم الثلاثاء. خلينا الأول نسمع الآية القرآنية الكريمة ونرجع نكمل تاني، يعني عشان نبتدي كده وربنا إن شاء الله يرفع قدرك ويعلي مرتبتك، ونرجع نبتدي إن شاء الله على طول. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. بعد ما سمعنا الآية القرآنية نرجع بقى نبتدي كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبتدي مع بعض في المراجعة النهائية بتاعتنا في كتاب هالو دويتش. هنبتدي مع بعض في أول جراماتيك خالص، هو صفحة 103. خلاص كده يا شباب؟ طيب يلا بينا قلمك معايا وكتابك وتعالى نشوف جملة جملة هنحلها مع بعض. الجملة الأولى بقول لي ماي نامي إيست أمال، أنا اسمي أمال. بعدين قوم أوس بنها. طب أنا هنا هختار إيه هير؟ أكيد طبعا أنا بتكلم على نفسي، ماي نامي، يبقى هنا هقول إيه. ركز معايا بقى واحنا بنصحح كده وبنختار، عشان هشوف ده بنفسي لما نرجع إن شاء الله في السنتر أشوفك حلل صح ولا لأ. تاني جملة هير ماركوس، خد بالك بقى من النقط ديت، بعدها كوما اهي. خلاص يا شباب، يعني هير ماركوس وبعدها كوما. كومن خلاص، يبقى انا هنا هختار والله زي حضرتك وانا مغمض عيني. 3 فوهير كومست، بص معايا برضو كومست اهي اهي. تمام، يعني النهاية هنا في الفعل اس تي، وخد بالك من اخر السؤال عندي عادل وقبلها كوما. وانا قلت لحضرتك الاسم، بص المعلومة دي في الجنب اهي، يعني لما يقول لي الاسم ويبقى بعدها كوما او قبلها كوما كده، يبقى هنا بكلمك انت. قلنا الكوما عندنا في الالماني هي مخاطبة، يعني بوجه لك الكلام. وكمان عندك نهاية الفعل اللي هو الاس تي، خلاص يبقى انا وانا مغمض عيني هو الضمير دو عندي. فوهير كوميس دو، يا عادل. قال له اوس اليكس. 4 ماين فرويندن هايست لارا، صديقتي بتسمى لارا. طيب وبعدين اشتوديرت ميديتسن. طيب انا هنا بتكلم على مين يا هير؟ بقول ماين فرويندن صديقتي، يبقى هعوض عنها بايه او اعوض على لارا بايه؟ اكيد هقول زي هي. زي هنا مش احترام يا اولاد، الاس هنا جروس عشان دي بداية الجملة، دي بداية الجملة بتاعتي. نقطة رقم 5 في هايست، وبعدين مديني ضماير. اخد بالي بقى من الاجابة، قال لي ايه في الاجابة؟ بص معايا، قال لي فير هنا يعني نحن، زند حسن und عمرو. نحن، خد بالك من هنا من ايه؟ من نحن. طب انا في السؤال هقول في هايست دو ما اسمك انت ولا ما اسمكم انتم؟ ما هو في الاجابة قال فيا. وما تنساش اللي انا برضو قلت لك، لو انا عندي ايه في السؤال يعني انتم، يعني بقول لكم انتم، ففي الاجابة بترد تقول لي ايه؟ نحن. صح كده ولا ايه؟ يعني خدنا مع بعض في السنتر لو سألتك بأنتم اللي هو إيا فهتأجب تقول فيا. طب هو عاكس بقى، جاي فيا في الإجابة، يبقى في السؤال عايز إيه؟ إيا. اوعى تقول دو بقى، دو لو كان قال في الإجابة إيه. خلاص، يبقى ما اسمكم أنتم، نحن نكون حسن وعمرو. السؤال السادس، استهير فؤاد داين انجلش ليرر، يعني هل السيد فؤاد او الاستاذ فؤاد بيكون مدرسك بتاع الانجليزي؟ قال له ايه؟ قال له ناين، لا، است ماين دويتش ليرر، يعني مدرس الالماني. هتعوض على هير فؤاد بايه؟ ما عنديش كوما، وعوض على هير فؤاد على طول بإر. هو بيكون مدرس الالماني. نقطة رقم 7 كارل und ich، انا وكارل زين شولر بنكون طلاب. وبعدين انا وكارل هنا خدنا مع بعض برضو لما يقول لي الاسم زائد ايه
يبقى نحن، يبقى هنا فيا. نقطة رقم 8. بيتر und دافيد ليبن in برلين. بص بتكلم على مين؟ على بيتر ودافيد. هتعوض عنهم بايه هير؟ اكيد بزي الجمع، ما انا بقول هما العيلين ده همت عايشين في برلين، هما بيدرسوا هناك طب، يبقى زي هم. 9 بيقول زند نقط فراو هوبر، قال له يا شتمت. طيب زند هنا لو حضرتك عارف وفاكر تصريف الافعال بتاع الفعل زين يكون ايش بن دو بيست، وزي حضرتك زند، يبقى زند زي هنا يا ولاد. زند زي فراو هوبر، هل حضرتك فراو هوبر؟ قالت يا شتمت، ايوه بالطبع، ايوه صح، ايوه مظبوط. يبقى زند زي. ليه؟ تصريف هنا على طول، زند هو التصريف بتاعها مع زي حضرتك. نقطة رقم 10. بيس دو زاندرا، بيس دو زاندرا يا داس بين ايه. خد بالك انا عندي في السؤال ايه يا ولاد؟ بيست دو انت، ها في الاجابة هقول ايه انا. حتى التصريف بقى، يعني تعالى هنا في الاجابة، بين هنا، بين ده الفعل هنا، التصريف بتاع الفعل زين، بين مع الضمير ايه، ايش بين دو بيست، وهكذا. 11. فوليكت كايرو. خد بالك بعلم اهوت على النقط اللي بحل بيها. بتكلم على مين يا هير؟ على كايرو. ده مدينة او بلد، قلنا بنعوض عنها بالضمير الشخصي اس للمحايد. 12. في هايست داين برودر. شوف بتكلم على مين؟ ما اسم اخوك، فانا في الاجابه هعوض على داين برودر ده اخويا بايه؟ هقول والله هو مذكر هايست كارل. 13. انشولديجونج معذرة فير زيند، برضه هنعلم على زيند سوا. تمام، هنعلم على زيند سوا، ادي زيند. طيب وفي الاجابه قال لي ايش. تمام، هيجي عبقري هنا يقول لي ما انا عندي ايش، يبقى في السؤال دو. طب ما انا لو قلت دو يا فالح، لو انا اخترت دو يعني استحاله دو ده اهي تصريفها زيند يا اولاد. دو المفروض تصريفها بيست، ما انا راجل حافظ الفعل زين. تاني يعني انا لو قلت دو المفروض ايش بين دو بيست، انا ما عنديش بيست، يعني دو دي غلط. يبقى ايه اللي هينفع عندي؟ اكيد زي احترام، فير زيند زي. وانت اصلا فول حصه خالص واحنا بناخد النامي الاسم، قلنا لا اما اقول لك فير بيست دو من تكون انت، او فير زيند زي من تكون حضرتك. يبقى فير زيند زي، وزي هنا بتاعت الاحترام لازم تبقى جروس. داس است ريتا، ادي ريتا دي بنت، اسم بنت، هتعوض عنها بايه؟ بزي. بس خد بالك زي هنا مش احترام، زي هنا بداية الجملة ادام حطت نقطة بعد ريتا، اذا الاس في بداية الجملة لازم تبقى جروس. 15 بيقول لي امير، وخد بالك بعد امير في كومة هي صغيرة، يعني احنا لسه قايلين لما يقول لي الاسم وكومة في مخاطبة هنا. خدت بالك يعني ايه هنا؟ يعني على طول الكلام على الضمير دو، ما هي مخاطبة انت يبقى دو. طب لو واد بيفكر شويه هيقول لي يا هيرما الفعل كمان شبريشست اخره اس تي، يبقى النهايه ديت بتاعه الضمير دو. يعني انا عندي طريقتين في الحل، امير وكوما هياخد دو. طب لو حابب اتاكد اكتر اشوف الفعل نهايته اس تي، يبقى الاس تي ده بتاع الضمير دو يا ولاد. 16. داس ايست مايني فاميلي. طيب هنعلم على مايني فاميلي، هي كلمه اداتها دي مؤنثه، اذا حضرتك الفاميلي بعوض عن زي هي، زي است انترناسيونال. زي هنا بعوض على المايني فاميلي، فاميلي هنا مفرد، بص في الجنب اهو مفرد مؤنث، عشان دايما الطالب بيتعامل مع العيلة كأنها جمع. لا، الترن الوالدين جمع، الاجداد جروس الترن جمع، الفاميلي هي مفرد مؤنث. 17 بيقول لي فاس اشبريشن، وبعدين هير فرانك وقبلها كوما. خلاص ما احنا حفظنا، احنا كنا حافظين مع بعض بنقول زي حضرتك امتى اختارها؟ لما يبقى عندي هير او فراو وايه تاني وكوما، ادي الكوما. طب هيجي لي وضع عبقري هيقول لي طب ما انا ممكن اعرف من نهايه الفعل تصريف الفعل اكسبريشن اخره ايه ان، يبقى ده مع زي حضرتك. يعني انا عايز اقول لك في حاجتين ممكن اتاكد من الحل بتاعي، هير فرانك وقبلها كوما يبقى دي زي احترام، وابص على الفعل برضه ما انا خدت تصريف الافعال، والله الفعل اخره ايه ان يبقى دي زي حضرتك. 18 فراو منى ist meine Deutschlehrerin. خد بالك فراو منى بتكون مدرسة الألماني بتاعتي، meine Deutschlehrerin. هعوض بقى على فراو منى ايه؟ أكيد بزي، والزي هنا تاني مرة بكرر مش حضرتك، زي هنا هي، بس كاتب الاس كابيتال كده عشان بداية الجملة. 19
هاي ich bin زارا، انا اكون زارا. und ايه قالت فاطمة und du طبعا. تمام كده يا ولاد، ارجو انك تكون فاهم. انا بحل معاك جملة جملة اهوت، حضرتك تحضر زي ما انا حالل كده في قلب الكتاب بتاعك. الفيديو ده بنسجله الساعة 3 الفجر على ما اعتقد، نظرا لظروف تعب يعني، بس ان شاء الله يجي عليكم بالفايدة يعني. نكمل مع بعض كده، ننزل نكمل التمرين في الصفحة بتاعت، هو مش باين رقم الصفحة بس اكيد 104 يعني، اللي هي من نقطة رقم 20. بيقول لي هامبورج und برلين، نعلم على الاتنين دول اهمت يا سيدي، بلدين اتنين. زندي شون شتيتي، هم مدن جميلة. وبعدين هعوض عن البلدين ده همت على طول بزيد جمع. عارف لو قال لك بلد واحدة انت هو، لو قال برلين كنت اقول اس، لو قال هامبورج بس اس. طب بلدين هامبورج und برلين يبقى زيد جمع. زي ليجن ان دوتشلاند. 21 تيموس إلترن، خد بالك معناها ايه؟ والدي تيموس، يعني الاب والام لتيمو. تيموس إلترن ليبن ان فنلاند، يعني والدي تيمو عايشين في فنلاند. هتعوض على الالترن دول بايه يا هير؟ بتكلم على الالترن، احنا لسه قايلين من شويه الوالدين جمع يعني زي الجمع. محدش بقى يبقى عبقري يقول لي زي هنا حضرتك. طيب 22 جوتن تاج فراو ساره انشولدجن زي بيته. نهارك سعيد يا فراو ساره، معذره من فضلك. فو اربايتت، اين يعمل؟ ايا مان ان دوتشلاند، اين يعمل زوج حضرتك؟ زوج حضرتك، زوج حضرتك أين يعمل في ألمانيا؟ الست هترد بقى تقول إيه؟ arbeitet in Dresden. أنا بتكلم على مين؟ أنا سألتها على مين فوق يا أولاد؟ على زوجها. يعني أنا هعوض على المن ده، هو المفروض أداته دير مذكر من. هعوض عليه بإيه؟ يا ست هتقول إيه؟ هتقول هي ولا أنا ولا هو؟ أكيد من رجل زوج، يبقى هقول هو arbeitet in Dresden. 23 في الت است، خد بالك داين كوليجي. يعني ايه داين كوليجي؟ يعني زميل. هتعوض عن الزميل ده بايه؟ ما هو مذكر يبقى هو است فيون في 90 ياري الت. 24 فو است نقط مدينا طبعا اختيارات، وفي الاجابه قال لي اس ايست ان ديرج فايتس. اللي هيخليني اختار صح هو الاجابه، هو الضمير ده اهو اللي انا بعلم عليه اس. اس ده بتاع ايه؟ بتاع المحايد. اس بتاع ايه؟ المحايد. فين المحايد؟ لارا ده اسم مؤنث، مالك اسم مذكر، دايني فاميلي لسه قايلينها مفرد مؤنث يبقى بازل. دي مدينة، والمدينة قلنا بنعوض عنها باس. بقول له أين تكون بازل؟ قال لي والله اس عايدة على بازل ايست ان ديرج فايتس. 25 فوهير كومت، بص بقى قال لي ايه؟ زمرة اندو. هنا بقى زمرة وانت، انا قلت لك في الحالة دهيت يبقى الضمير الشخصي هنا ايه؟ اللي فاكر ومصحصح معايا اكيد قلنا ايا انتم، الاسم زائد دو انت وحد معاك، يعني زمرة وانت يبقى انتوا الاتنين انتم. طب في الاجابة بقى لما انا سألتك بايا صح؟ انتم صح كده يا اولاد؟ طب في الاجابة هنقول ايه؟ فيا نحن. عايزة بس سنس تشغيل يعني، عشان ما يجيش طالب يقول دو فيقول ايه يا ابني غلط. زمرة وانت يبقى انتم. في الاجابة ايا انتم، في السؤال ايا، في الاجابة بتبقى فيا نحن. 26 هل وهير كارل فيرست داس، مين ده؟ ايا زون ابن حضرتك. بص الجملة هالو هير كارل فير است داس، من يكون هذا؟ ايا زون ابن حضرتك. 9 ich bin noch nicht verheiratet، انا لسه مش متجوز. هيقول ايه؟ ist mein Bruder. هو انا بتكلم على مين اصلا؟ بتكلم على الزون، على الابن، يعني دير مذكر، فبالتالي لما اعوض عليه هقول هو ist mein Bruder، هو اخويا. معايا يا اولاد في الكلام ده؟ ركز معايا الله يكرمك. 27 ist Frau Iris da، بص فراو إيريس اهي، بيتي اللايدا ist nicht، ده بتكلم على فراو إيريس. فبكل تأكيد أنا بسألك بقول هل فراو إيريس هنا موجودة هنا؟ من فضلك قلت لي للأسف هي مش موجودة، يبقى زي، بس زي هنا هتبقى الصغيرة. ليه؟ عشان أول حاجة ممكن وضع عبقري يقول لي ما هو يا هير باينة، ما هي زي حضرتك ده لو كنت هختارها كان المفروض يبقى عندي هنا، ما هو تصريف زي حضرتك زين، ده أنا عندي إيست، يبقى زي هنا كده غلط.
يعني زي بتاعت حضرتك تصريفها ايه؟ ايش بن دو بيست. زي حضرتك اسمها زي زند تصريفها، يبقى زي هنا غلط. تاني حاجة فراو ايرس مفيش وراها كوما على طول، ده انا بتكلم عليها بقول هل هي هنا؟ قال لي لا هي مش هنا، هي يبقى هي زي كلاين، زي صغيرة. 28 في هايست نقط، في الإجابة نقط جلاوبي مارك. طيب أنا هسأل هنا، طبعا جلاوبي هنا من التصريف بتاع الفعل هنا آخره إيه أهو، يعني هنا آخره إيه، فيبقى أكيد إيش، يعني إيش جلاوبي يعني أنا أعتقد. فين اللي فيها إيش بناء على جلاوبي اللي هي نمرة سي ونمر بي، هما دول اللي فيهم إيش. فأنا هو مارك هنا اسم إيه؟ اسم مذكر صح كده؟ فأنا هقول في هايست زي ما اسمها، هقول أعتقد مارك، ولا ما اسمه هقول أنا أعتقد مارك؟ أكيد طبعا هقول ما اسمه، يبقى نمرة سي الصح. يبقى هنا هقول إر ما اسمه، قلت هنا إيش جلاوبي أنا أعتقد اللي هو اسمه مارك. 29 بيست. طب أنا عندي بيست هنا تصريف إيه البيست مع الضمير إيه؟ ها سامعك دو صح؟ عندي وعندي بي صح كده، مش بيست التصريف بتاعها مع الضمير دو. طيب أكمل بقى 9 إيست باول. طيب أنت هتقول في الإجابة إيه إيست باول؟ هقول إر ولا إيش؟ أكيد طبعا هعوض على باول بإر، يبقى الإجابة الصح هنا نمر يبقى أنا قلت بيست دو باول، هل تكون باول؟ قالوا نايم إر إست باول، هو اللي بيكون باول إيش بين أندرو، يبقى أنا عوضت على باول بإر هو. 30 علي عند أحمد، وخد بالك بعدها إيه؟ بص بعدها كوما، الكوما دي بتلخبط الطالب، ما هو عشان لو ما عنديش كوما يا ولاد كان هيبقى زي الجمع، لكن الكوما دايما علي واحمد وكوما انتم. حتى بص عندك للفعل شبريشت تصريفه هنا مع الإيا أنتم. ليه؟ تاني يبقى أنا عندي طريقتين يا ولاد، ممكن من الأفعال اللي عندي الأفعال الفاعل اللي هو في بداية الجملة اللي هو أحمد وعلي وكوما يبقى هنا إيا، ما أنا بكلمكم أنتم في مخاطبة. ومن يم حاجة الفعل تصريف الفعل شبريشت هنا مع الإيا أنتم، هلاقي فيه 2 إيا، نمرة سي ونمر دي. طبيعي تحت لما بقول علي واحمد انتوا بتتكلموا الماني كويس، قال له دانكي شكرا، هيقول له ليبن شون لانج هي ام فرانكفورت، هيرد يقول ايه الولد لما انا قلت انتم؟ هيرد يقول نحن، يبقى الاجابه الصح ايه؟ نمر دي. فهمتوا يا ولاد؟ بحل السؤال اللي بيجي فيه نقطتين 2 لازم اركز فيه كويس. هيبقى عندي اجابتين فيهم بدايه صح، يعني هيبقى عندي اجابتين هتلاقي البدايات صحيح، لكن لازم اكمل الجمله عشان هو اللي يخليني اختار الاجابه واحده اللي صح بس. بكده خلصنا التمرين بتاع الضمائر الشخصيه. ندخل مع بعض كده على تصريف الافعال. ركز معايا برضو، لو الفيديو طويل عليك او حاجه انت ممكن تقسمه تتفرج على كذا مرحله، بس اهم حاجه تكون مركز ومستمتع واحنا بنحل الجمل دي. في تصريف الافعال اول جمله بقول لي ايش، ادي الضمير اهو، وحضرتك عارف طبعا نهايته ايه. طيب الايش يبقى ايش هاي سي سيلفيا. تيمو طبعا عندي تيمو يعني ار هو، فبالتالي نهايته تي يبقى قمت. طبعا دي اسئله سهله. ماين كيندر، بص ماين كيندر هنا جمع صح، يعني انا هعوض عنهم المفروض بزي جمع. الحاجات اللي محتاجه توضيح بنكتبها. زي الجمع ده هنا نهايتها ايه ان يا هي، يبقى هنا جاين. ماين كيندر اطفال هيذهبوا الساعه 22:10 يعني بالليل، انسبت يعني للسرير. 4 فيا نحن نهايتها ان يبقى فونن. 5 فو إيا هنا أنتم تصرفها آخرها تي يبقى لبت. 6 فراو ليزا، خد بالك ما عنديش كوما يعني هنا بعوض عنها بزي هي، خدت بالك؟ يبقى النهاية بتاعتها تي هورت جيرن موزيك. نكمل رقم 7 فاس، ومدين الضمير ايه إيا، لسه قايلين الإر نهايتها تي يبقى الفعل الصح شتوديرت. 8 زارا und إيش، خد بالك هنا مش هصرف مع الإيش، ده أنا وسارة يعني فير نحن، خد بالك يعني سارة وأنا، يعني هنا بتكلم على فير نحن عشان بس تبقى فاهم. يبقى الفير نهايتها إن يبقى ماخن. 9 بيقول لي فو نقط ومديني كلمة داين إلترن. أهم حاجة أعرف بعوض إزاي عن الضمير الشخصي. داين إلترن الوالدين أعوض عنهم بإيه؟ بص أهو بكتب لك أهو زي الجمع. لما زي الجمع نهايتها ايه ان يا هير، يبقى هنا فونن. 10 بيقول لي فو دو
الضمير دو اهوت نهايته ايه؟ اس تي، يبقى ليرنست. 11 ماينش فيستر und ich اهو تاني انا واختي، يبقى انت حضرتك هتصرف ايه؟ زي بالظبط رقم 8، انا هصرف هنا مع الفير نحن، يبقى الفعل الصح ايه؟ هتلاقي هنا مديني بقى المفروض الفير نهايتها ايه؟ ان مديني فونن وكومن وليرنن وشبيلن. خد بالك تاني، ماينش فيستر und ich انا واختي يعني نحن فيا. طب والفير نهايتها ايه يا ولد؟ اخرها ايه؟ ان يا هير، ما كل الافعال يا هير اخرها ايه؟ ام. يبقى على حسب التكمله بقى، شبانش هنا لغه، شبانش لغه، هقول فونن نعيش لغه اسبانيه، ولا ناتي لغه اسبانيه، ولا نلعب لغه اسبانيه، ولا نتعلم؟ لا نتعلم، نبقى ليرنن، ليرنن شبانش. 12 ماين برودر، يعني هتعوض عليه بإر هو. طب الإر نهايتها ايه يا هير؟ اخرها تي. هتلاقي برضه يا ولاد كل الافعال نهايتها تي، ليبت وهايست وفونت وشتوديرت، بس مع ميديتسن اللي هو الطب الافضل هنا هقول شتوديرت، اخويا بيدرس طب، شتوديرت يدرس. 13 ماين كوليجن، خد بالك هنا في 13 كلمة ماين كوليجن جمع يا ولاد، هعوض عنه بزيد جمع، كوليجن جمع، فبالتالي الفعل الصح مع زيد جمع هيبقى شتوديرن اخرها ايه؟ ان ماين كوليجن جمع. 14 كوريناس فاميلي، عيلة كورينا، اذا العيلة قلت لحضرتك بعوض عليها بزي هي، خد بالك بس من الكلام ده، العيلة مفرد مؤنث، زي هي تصريف زي هي اخرها تي لبت، عشان برضه هيجي طالب في امتحان هيعوض مع فاميليا هيقول ليبن، هي عيلة واحدة زي هي. طيب تعال نشوف رقم 15، بيقول لي ليزا und مونيكا، اهو ادي الاسمين صح كده، ليزا und مونيكا، يعني هعوض عنهم بزيد جمع، ده كلام مبدئي. زيد جمع نهايتها ايه؟ ان. خدت بال حضرتك؟ هتلاقي عندك كومن وعندي فونن، ما هو زيد جمع النهايات هنا لازم اكون مراجع عليها كويس. كومن ياتي وفونن يعيش. طب اكمل بقى، ان هامبورغ انا محفظك وانت حضرتك عارف ان واسم البلد، يبقى على طول يعيش. كومن لازم اوس، الفعل كومن ياتي هقول من، يبقى لازم اوس، يبقى اذا عشان ان فانا هقول هنا فونن، فونن ان هامبورغ نعيش في هامبورغ. 16 فير، خد بالك من فير هنا، دي أداة استفهام معناها من، هي بتعامل يا ولاد معاملة المفرد، يعني فير لما حضرتك بحب أصرف عنها أو بعوض عنها، بعوض عنها بالضمير المفردة اللي هو الإر والإس والزي، وكده كده دول نهايتهم ايه عند حضرتك؟ نهايتهم تي، فعشان كده هنقول الفعل الصح قمت. فير احفظها كده، أداة الاستفهام فير بتعامل معاملة المفرد، يعني بعوض عنها بإر وإس وزي، يعني نهايتها تي يبقى قمت. 17 ده زيست فراو مونيكا، انها فراو مونيكا زي نقط اوس بولن. طب زي هنا اوعى تتخمي فيها عشان مش احترام، انها فراو مونيكا هي، يبقى زي هنا مش احترام، هي جايه بس اس بقى، انت فهمت عشان بدايه الجمله، انا عايز الفعل نهايته تي يبقى قمت. 18 فاس والضمير دو نهايتها ايه؟ اس تي يبقى ماخست. 19 مدينا الضمير ايا انتم، انتم نهايتها تي، هتلاقي عندي فونت وعندي كومت، خد بالك انا كده كده فونن وليبن بره، انا عندي ايا انتم فونت وكومت، اللي هيخليني اختار اللي بعدها حرف الجر ايه؟ ان. في، هقول نأتي فيه ولا نعيش فيه؟ لا نعيش، يبقى فونت، ما احنا حفظنا مع بعض طول ما كنا في السنتر اللي كومن يأتي بقول اوس. خلاص يا ولاد. 20 هير فاجنر، برضو ما عنديش كومة عشان ما يضحكش عليا يعني هعوض على هير فاجنر المفروض بإر هو، مظبوط الكلام ده، الإر نهايتها تي، هتيجي تلاقي هتقول والله يا هير يبقى جين وفولن بر، انا عندي كومت وعندي ليبت، مظبوط كومت وليبت. يتست ان فرانكفورت، ان هنا هتيجي مع انهي فعل؟ كومت، احنا قلنا كومت لازم اوس، كومت يا ولاد لازم اوس، يبقى بره الاختيارات عشان حرف الجر، يبقى الصح عندي هو الفعل ليبت، الصح عندي هو الليبت، ليبت يتست ان فرانكفورت. ليه ما اخترتش كومت؟ كومت كنت اختارها لو عندي اوس. 21 هامبورغ und بريمن، خد بالك دول بلدين، يعني عوض عنهم بزيد جمع، فبالتالي زيد جمع نهايتها ايه؟ ان، هتلاقي كل الاختيارات ايه؟ ان، كومن وفونن وليجن وليبن، بس البلدين دول الافعال اللي هتيجي معاها انا بقى عايز اقول يقعوا في المانيا، يبقى ليجن،
مش هقول يعيشوا، يعني يعيشوا ده مع البني آدم. المدن تقع في ألمانيا، يبقى ليجن. 22 إيش أوس روسلاند، أهي جت أهي أوس، يبقى أنت هتقول إيه هنا وأنا مغمض عيني؟ قومي. 23 كارل، هعوض على كارل ده بإر هو، يبقى النهاية بتاعته تي شرايبت. Das ist das sind meine Freunde، برضو meine Freunde جمع، حتى بدليل الفعل زين ده هو في حالة الجمع. meine Freunde، زي هنا بتاعت الجمع، خد بالك، يبقى زي الجمع هنا مش زي حضرتك، دي ما انا بتكلم على اصدقائي. meine Freunde. علي قد عمرو، يبقى الفعل الصح هايسن. محدش بقى يقول لي فونن، هما بيعيشوا علي وعمرو، لا انا بقول اسمهم، يبقى زي هايسن. 25 فوهير ومديني عمرو اندو، انا هشد على عمرو اندو واكتب عليها ايه انتم. عمرو وانت يبقى انتم، يبقى التصريف هنا قمت، عشان بتكلم على انت وعمرو، يبقى انتم يبقى قمت. 26 ماي نام است انتون und wie du denn، قال له فرويت مش انتون، ماي نام است ماريو. يبقى انا اساله قلت له في هايز دو، كلام هنا طبعا على الاسم، انا بقول اسم انتون، اسمك، قال له يسعدني انتون، انا اسمي ماريو، يبقى في هايز دو. 27 في است ihr Name bitte، قال له خوذا، في bitte خوذا ايش، وبعدينها كا او اس كده عمل سبيلنج، يبقى الفعل هنا ايه يا اولاد الصح؟ طبعا هو النهايات مظبوطه، يعني ايش نهايتها ايه؟ قومي صح، فراجي صح، ليرن صح، بوخش طبير، دي النهايات، لكن المعنى بتاع الصح هو الفعل بوخش طبيري. بوخش طبيري هو الفعل الصح عشان المعنى بتاعي. 28 في نقط زي إيش ألفريد بريندل. طيب هقول هنا في هايسن عشان عندي زي احترام، عايز فعل آخره إيه، هلاقي صح وب ودي. اليمة التانية هقول إيش نامي ولا إيش هايسي ولا إيش قومي، لا إيش هايسي، يبقى الإجابة الصح ب. الجمل اللي فيها اختيارين لازم أركز فيها كويس قوي، يعني لازم النقط الأول تبقى صح والتانية تبقى صح، عشان لو جبت واحدة صح والتانية غلط الدرجة كلها هتضيع مني. 29 إيش نقط إن، خد بالك من إيه لايبتسيك، هنا إن وفي بلد في مكان، يبقى الفعل هنا إيه؟ يبقى فوني تمشي أو ليبي، هما البدايات صح، يعني هنا فوني، هنا ليبي، هنا ليبي، هنا فوني، ماشي. خلينا نشوف الأمة التانية. داس نقط إن دوتشلاند، داس إيه؟ أنا عايز أقول لايبتسيك ده إيه؟ في ألمانيا، يبقى تقع، لسه قايلين المدينة تقع مش تعيش. تقع فين بقى؟ فين الفعل تقع؟ أهو في نمر ب، يبقى أول حاجة إيش ليبي، أنا عايش اللايبتسيك، بعدين داس ليكت إن دوتشلاند، هي تقع في ألمانيا، يبقى الفعل ليكت هنا بيجي مع المدينة لما أقول تقع في الدولة الفلانية. نقط هير عمرو، إيه؟ أكيد هنا تصريفه النهاية بتاعته تي، عندي ب وعندي تسي، أكمل نقط إن أليكس، برضه نهايتها تي، أكيد مش هقول ليبن، خدت بالك، يعني ب كده مستبعدة، يبقى اللي فاضل عندي تسي. هو يسمى هير عمرو، هو يعمل في الاسكندري، يشتغل يعني أربايتت، عشان نهايتها تي. كده تصريف الافعال اللي هي الافعال العاديه اللي كل الفكره بنشيل الاي ان، وكنت بحط النهايات مع الضماير، ولازم اكون حافظ النهايات كويس مع الضماير. هنكمل على اللي بعده، الافعال الخاصه بقى، تصريف الافعال الخاصه اللي هي لها بعد التغيرات، زي شبريشن وزاين وهابن وهكذا. طبعا الفعلين ده همت اللي هو الفعل زاين وهابن، دول لازم احفظهم يعني عشان اصلا شواذ. الفعل شبريشن شرحناه وقلنا فكرته بسيطة خالص، الايه بس ده هي اللي في النص، هي اللي هتتحول لاي مع ده همت، بس مع الفرقة ده اللي انا بعلم عليه، الدو والار والاس والزي بس. حتى الراجل كاتب تحته شبريشن، الحرف الايه اللي هو في النص ده يا شباب هنحوله لاي، بنقول اي بس عشان ما تنساهوش، مع الضمائر الآتية الدو والار والاس والزي، والنهايات بتاعتي ثابتة، يعني شبريشن مش محتاج حفظ، بس زاين وهابن احفظهم احسن لي. تمام. طيب تعال نحل مع بعض كده برضو، نكمل على تصريف الافعال. هو بيقول لي هنا الضمير ايش، اكيد النهايه بتاعتي ايه على طول، يبقى شبريشه داس، وبعدين يون und دافيد، طبعا دول اسمين، يبقى هنا هقول زند، خد بالك ما يضحكش عليا، لو بيقول اسم واحد كنت اقول داس ايست مثلا احمد، داس ايست علي، لكن اسمين يبقى داس زند.
3 هير أيمن مفيش كوما. دراي كندر هير أيمن هو تصريفه هات. لازم قبل ما تحل هنا في تصريف الأفعال الخاصة تكون حافظ هابن وزان كويس كتصريف. فراو إيريس دا بيتي طبعا هقول هنا إيست، بعوض على فراو إيريس بزي، هي والإس والزي تصريفه إيست. 5 في فيل شبراخن وبعدين الضمير دو، يبقى الفعل الصح شبريشست. شفت التغيير بتاعت الأي؟ علا und هلا طبعا هنا جمع، يعني هنا بعوض عليهم الاتنين بزي وابقى فاهم اللي هنا زي الجمع. الحاجات ديت مهمة. يبقى هابن. 7 ماين كيند هتعوض عنه باس محايد، صح كده؟ طيب التصريف بتاعه ايه؟ ايست يا هير. الار والاس والزي است. في فيل كندر وزي احترام. انا بسأل على عدد اطفال اللي حضرتك تمتلكها، يبقى هابن. 9 هير باور اوس، خد بالك من حرف الجر اوس منشن. طيب فولت كده مش نافعه عشان يعيش فيه. ليك قلنا ليك تيجي تقع مدينة تقع في البلد او في الدولة. كومن هنا غلط، خد بالك كومن هنا غلط. ليه؟ عشان هير باور هنا عوض عليه بإر هو. قلم وقف ليه؟ إر هو، فأكيد إر هو بتاع هير باور آخره تي، يعني كومن كده كتصريف غلط. هير باور كنت هقول كومن لو كان عندي كوما. هير باور ما عنديش كوما، يعني إر هو، فبالتالي الفعل الصح أقول إيست يا ولاد. هير باور يكون من ما ينفعش أقول فونت. فونت يعيش فيه، وليكت قلت لك لازم يبقى مدينة تقع في البلد. كومن صح كمعنى لكن كتصريف غلط تماما عشان ما عنديش كوما. 10 فاس وبعدين خد بالك قال لي مونيكا اندو. بص قال لي ايه؟ مونيكا اندو، يعني هنا ايه؟ بكلمك انت ومونيكا، انتم. التصريف الصح فين؟ اوعى تختار اخر واحدة عشان ده بتاع الار والاس والزي، التحويل مع الدو والار والاس والزي. هنا بقى هقول شبريشت عادية من غير تغييرات. نمسحها كده بس عشان اوضحها لك اهو. التصريف الصح شبريشت. 11 انشولديجونج في ايا فورنامه، طبعا يبقى في ايست. طيب نرجع نكمل مع بعض الجملة رقم 12. مايني فاميلي لسه قايلينها تكرارا ومرارا، بتعامل معاملة المفرد المؤنث. اين هاوس ان أليكس. طيب هنا بقى هقول هابن ولا زاين الأول؟ هقول يمتلك ولا يكون؟ عيلتي تمتلك منزل في الاسكندرية. طيب مايني فاميلي هتعوض عنها بيه يا حبيبي؟ بزي هي، اوعى تنسى الكلام ده. بزي هي، صح كده؟ طيب زي هي التصريف الصح يبقى هات. اوعى تيجي تقول لي ايست بقى تكون، عيلتي تكون منزل، لا غلط. قلنا هابن حاجة انا بمتلكها، من بقى شقة، العربية، السيارة، القلم، اي حاجة. طيب 13 اين فراجي سؤال من فضلك. فير است ماجد، من يكون ماجد؟ قال له داس ايه خد بالك الايش هنا انا. التصريف الصح فين بتاع ايش؟ على طول بن، مش محتاجة كلام. 14 فاس هير بوند، قال له بولنش. بولنش دي لغة بولندية. بولنش قلنا اللغات مع بعض في الحصص اللي شرحناها في السمتر، اللغات كلها بتنتهي باس سي ها اللي هو حرف الشين، يعني بولنش هنا لغة. فانا هقول له ايه؟ ماذا يتحدث؟ شبريشت هير بوند. 15 فو انتون اند كورينا. بص هنا انتون وكورينا هنعوض عنهم بيه يا اولاد؟ بزي الجمع، صح كده؟ بزي الجمع، لازم ابقى فاهم الكلام ده كويس. تصريف زي الجمع هنا هيبقى ايه؟ هيبقى ليبن عشان جمع. انتون وكورينا ليبن. 16 هير علي وبعدها كوما. حلو. في الت ايا كين، ما تجيش هنا تقول لي زين ده عشان هير علي وكوما، بس انا بسأل، انا فعلا بكلم هير علي لكن بسأله على عمر مين؟ كيند الطفل. يبقى الفعل هنا هيبقى ايست يا ولاد. تاني انا هنا فعلا بكلم هير علي لكن مش بسأله على عمره هو. كنت لو انا هسأل هير علي عن عمره كنت اقول له في الت زين دي زي، لكن انا بكلم هير علي عن عمر ابنه، يبقى في الت ايست. 17 فير ونديني زي احترامه اهوت، يبقى طبعا فير زين دي زي. قال لي ايش بين مونيكا هوبا. 18 هير ماجد، ما عنديش كوما كالاتي. اين كلاين فاميلي، طبعا عيلة صغيرة، يبقى هو عنده، يمتلك، لديه، يبقى هات. ليه؟ عشان هير ماجد عوضت عنه بإير هو، مش هقول يكون عيلة صغيرة، طبعا يمتلك. هامبورغ اند بريمن برضو جمل متكررة. البلدين دول يعني زي الجمع مدينتين
مدينة ومدينة يعني زي الجمع، فبالتالي زي الجمع تصريفها هيبقى زند يا ولاد. لو كان مدينة واحدة كنت أقول إيست. هامبورج وند بريمن يعني بعوض عنها بزي الجمع أهو، بنكتبه عشان حضرتك تكتب وتاخد بالك من الجمل دي. 20 زي دويتشي، زي هنا حضرتك يبقى هقول له زند زي دويتش. هل حضرتك ألماني الجنسية؟ دويتش هنا الجنسية، يبقى هنا ما ينفعش اقول له سبريشن يا اولاد، لان دويتش هنا دي جنسيه مش لغه. اللغات هتنتهي بالاس تسي ها بس. يبقى زند زي دويتش، هل حضرتك المانيه؟ يا. فير كاروليني ألماين فرويندن أوس برلين. هنا التصريف على كاروليني يعني زي هي، يبقى إيست من تكون، ده صديقتي من برلين. 22 زي فراو نينا يا شتمت، يبقى أنا هقول زند زي فراو نينا. زند زي حضرتك، هل حضرتك فراو نينا؟ قالت يا. 23 إيه هويتي، قال له انجليش und دويتش، عندي انجليزي وعندي الماني، وعندي الضمير ايه اهو انتم، يبقى التصريف بتاعه الصح والمعنى كمان يبقى هابت. فاس هابت ايه هويتي يعني ماذا تمتلكوا اليوم، عندكم ايه النهارده؟ ردوا قالوا انجليزي والماني، يبقى هابت. 24 سبريشت، اخد بالي من الفعل وتصريفه هنا في الايه اهوت. جوت انجليش قال لي ناين نو ايم بيستري، يبقى التصريف هنا اوعى تقول مع ايه انتم ولا دو عشان نهايتها اس تي، ولا الفير اخرها ايه ان، المفروض يبقى ار هو عشان هو فعلا نهايته تي، والفعل سبريشن الايه هتبقى اي، يبقى ده الفعل اللي متصرف صح مع الضمير. 25 ماين فاتر دراي شبراخن، يبقى انا هقول هنا والدي بيتحدث 3 لغات، يبقى شبريشت. 26 فو بيست دو جيبورن، اين ولدت؟ ان شتوتجارت داس، اتكلم على شتوتجارت في ألمانيا، قلنا هنا مدينة تقع في البلد يبقى ليكت، يبقى هنا يا ولاد هقول ليكت تقع في ألمانيا. 27 لارا und إيه أهو، أنا ولارا تصرف مع فير نحن يبقى زند، أنا ولارا زند verheiratet متزوجون und ein Baby und إيه أنا بصرف هنا لارا وأنا يعني فير نحن، صح يا شباب؟ طب يبقى هنا هابن ونمتلك، هابن ein Baby. 28 زي فرنزوزش، خد بالك هنا فرنزوزش لغة فرنسية، وزي حضرتك يبقى الفعل سبريشن صح كده؟ طيب اليمة التانية يا داس ايه ماين موتر شبراخي، طبعا داس ايست على طول هنا انها تكون لغة الام، يبقى الفعل الصح فين؟ يبقى نمر اتسي، يبقى سبريشن زي فرنزوزش، هل حضرتك بتتكلم لغة فرنسية؟ ايوه انها تكون لغة الام، داس ايست ماين موتر شبراخي. 29 ايش نقط درايجش فيستر، درايجش فيستر 3 اخوة واخوات، يبقى ايش هابي انا امتلك انا عندي. زي نوخ شولر، زي هنا بتاعت ايه بتاعت الجامع بتاع الجشفيستر، يبقى زي ايه زي زند نوخ شولر، هم بيكونوا لسه تلاميذ، يبقى زي بتاعت الجامع دي اول حاجة عشان بتكلم على الجشفيستر، وقلنا كلمة جشفيستر جامع، يبقى زي زند، يبقى ايش هابي دراي جشفيستر زي زند نوخ شولر، يبقى الإجابة الصح عندي حضرتك بتكون نمر دي. يبقى هابي وزن. الإجابة الأخيرة في 30 بيقول لي فير، طبعا فير هنا قلنا بتعامل معاملة المفرد، يعني بصرف مع الار والاس والزي، ودول تصريفهم هيبقى الصح نمر دي، يعني فير ده هي بتعامل معاملة المفرد، يعني حضرتك بتصرف مع الار والاس والزي، يعني الفعل سبريشن لو هشتغل عليه يبقى انا عندي الايه هتبقى اي بجانب النهاية تي. طب اليمة التانية آية اندعولة يعني زي الجمع، خدت بالك زي الجمع يعني ايه ان، يعني التصريف الصح عندي يا ولاد هيبقى نمر دي. شبريشت في الاول عشان فير اتكلمنا عليها اهوت، قلت لك بتصرف مع الار والاس والزي، وانت حضرتك لسه واخد الاشبريشن الايه بتتحول لاي لاي، يعني اليمة التانية آية وعلا هنعوض عنهم بزي الجمع يعني النهاية اي ان. بكده نكون خلصنا الجزء اللي على تصريف الافعال الخاصة اللي منها هابن وزاين، وكمان الفعل اشبريشن.
هقول لك على الأجزاء اللي هتكون في الواجب اللي حضرتك هتحضرها لي للحصة بتاعة السنتر. طبعا حلينا ده مع بعض تعويضا الحصة اللي حضرتك هتحلي لي الواجب فيها، يعني الواجب اللي عليك اللي هتحله لوحدك من دلوقتي بعد ما خلصت الفيديو. هيكون طبعا احنا وصلنا كده في الحل في 106. هتاخد بقى تحضير الواجب صفحة 107 و108 و109 و110. يعني هتوقف لي على الأسئلة العامة بتاع الجراماتيك. يعني انت كده هتاخد 3 قواعد هتحلهم لوحدك، اللي هم اللي في 107 دي أدوات الملكية. هكتب لك على السبورة أحسن قبل ما تخش الحصة بتاع السنتر. هو صفحة 107 وصفحة 108 وصفحة 109 وصفحة 110. تمام، دول هتلاقوا فيهم 3 قواعد. يعني يا أولاد التحضير للواجب هما ال4 صفح دول 3 قواعد. عندك في الصفح ديت هتلاقي قاعدة الأدوات الملكية وأدوات الاستفهام والسؤال البادئ بالفعل بتاع يوما. دول حضرتك هتحضرهم لي كلك ال4 صفح دول، وتحضر بالقلم الرصاص، بالقلم الرصاص عشان لو في غلطات نصحح كويس. ده التحضير للواجب. بجانب حضرتك هتعمل ايه تاني؟ حضرتك هتحفظ لي كلمات دير اللي هي في صفحة 97. يعني المطلوب منك بإذن الله حفظ الكلمات في صفحة 97. هتاخد لي العمودين بتوع دير عشان ما حدش يبقى له حجة. يبقى انت كده حضرتك عرفت الجزء اللي انت هتحضره. نعيدهم تاني مع بعض. الواجب اللي حضرتك هتحضره لوحدك 107 و108 و109 و110. دول 3 قواعد هتحلهم لوحدك بالرصاص. تمام؟ طيب خلصتهم حضرتك مطالب منك انك هتعمل مراجعة بس من 97 على العمودين بتوع دير في حفظ الكلمات. دول هنراجعهم بإذن الله. أتمنى تكون استفدتوا حاجة النهاردة في الحصة. يا ريت حضرتك أنا يعني يمكن الله أعلم بالتعب بتاعي طالع لك الساعة 3:30 الفجر بعمل لك الفيديو عشان خاطر ما تتأخرش في حاجة. فأنت كمان خليك ملتزم وشوف الفيديو في أي وقت يعجبك، لو حتى قبل الفجر بعد صلاة الفجر. ربنا يهديك كده وتذاكر عشان ربنا بإذن الله يحقق لك حلمك، وإحنا داخلين على فترة امتحانات. فأتمنى الحل اللي كان في الفيديو النهاردة تكون استفدت لو بحاجة بسيطة. يعني مش تقعد تسرع الفيديو أو تقعد تشخبط ورايا وتعلم وخلاص، لا، اقعد انا بقرأ الجملة وبترجمها وبفهمك وبشرح لك، يعني وكأن بنعمل مراجعة وفي نفس الوقت بشرح القاعدة تاني. فأتمنى تكون استفدت بحق المجهود اللي انا بذلته، تستفاد وتقدر المجهود ده كويس. الجزء الواجب ما فيهوش نقاش، والحفظ بتاع الحصة الجاية برضه ما فيهوش نقاش. اتفقنا يا شباب؟ اتمنى لكم التوفيق والنجاح، واشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.